بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب. فيديو جديد، رياكت جديد. وقبل ما أبدأ الفيديو أنا طالبة منكم الدعم للقناة. ادعموني باللايك والشير والاشتراك، اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس فضلا وليس أمرا. يا رب أكون ضيفة خفيفة. نبدأ الفيديو. فيديو جديد عن أم الأذى، فيديو جديد عن طلت علينا بالطلة البهية، فراشة اليوتيوب، كبيرة اليوتيوب، وانهيار أم جنى. وأنا خلاص بموت يا ولاد، الحقوني يا ولاد، تعبانة يا ولاد، مالك يا أم جوجو، ألف سلام عليكي. أنا خلاص منهارة من يوم ما عملت التكميم، وأنا صحتي في النازل، وكل يوم تعبانة. وجايبالنا الفيديو بتعلق عليه وولادها الصغيرين بيعملوا البيت وبيعملوا السراير وبيعملوا الحاجة. وجنى ما شاء الله عليها سايبة مذاكرتها. أنا عمري بجد والله العظيم يا جماعة بنوتة جميلة زي الفل، أنسة كبيرة في الثانوية، في تانية ثانوي تقريبا، عاملة لها منازل عشان تخصصها وتفرغها لليوتيوب. بنت زي القمر، بدل ما تتعلم وتتربى كويس، لكن للأسف هي مربياها على التصوير وبعدها جدا عن التعليم. حتى لو منازل، المدرسة يا جماعة والتعليم بيفرق كتير. انك انت تودي بنتك المدرسة عشان تتعلم والدروس، طبعا ده بيربي ست صالحة تربي اجيال بعد كده. لكن للأسف احنا بنشوف أم جنى وهي مربية بنتها على خدمتها وخدمة اخواتها، عشان مامتها بتصرف وبتصور وبتعمل معانا كل اللي حضراتكم شايفينه. فطبعا شفنا الفيديو وجنى بترتب السراير وبتعمل السراير هي وريان، وطبعا ولادها كارثة. بتقولك أنا صحتي في النازل. يعني صحتك يا أم جنى في النازل، وعندك يعني أنا لحد إمتى هتاخدي حضرتك الترند أو عايزة ترند؟ انت اولا ما انتيش تعبانه، وكل المتابعين ردوا عليكي وقالوا لك يا ام الاذى انت مش تعبانه. التعبان يا جماعه ما بيصورش فيديوهات كل يوم. التعبان ما بيجيبش سمك ويحمر وينظف ويجيب ويشوي. والله التعبان بيودي الفرن يشوي. التعبان مش بالمنظر ده للأسف. هي في حاجة اسمها أما بنعمة ربك فحدث. لكن للأسف أم جنى كل ما تشوف وش المتابعين تقول لهم أنا تعبانة من التكميم. يعني مش تعبانة مثلا من الوزن الزايد ولا السمنة ولا طريقة الأكل اللي انت قرفتينا بيها من نعمة ربنا سبحانه وتعالى، لا انت تعبانة من التكميم. طب انت يا أم جنى أو تحويل المسار، طبعا عمليتين. طب انت مثلا ليه رحتي عملتي تحويل مسار؟ ما كنتي بطلتي اكل احسن، وفيديوهات الاكل اللي انت طالعانا بالمحتوى الهابط السيء المقرف اللي انت طالعانا بيه تسيئي لكل ست مصريه. لكن هي طالعانا بتستهبل علينا وبتقول لك انا تعبانه، انا تعبانه يا ولاد يا مازن، ومخليه يا عيني على اساس ان هي مش مشغله. ده اول مره تشغل ولادها. احنا ما شفناش ولادك الا وهم شغالين معاكي في البيت، ما شفناش ولادك وزوجك الا هو واقف جنبك في المطبخ ممرمطاه. جنى دي متمرمطه على مر العصور. يمكن احمد اللي فالت منك لانه كبر وفهم ان ده غلط، لكن احنا شايفين ولادك متمرمطين على مر الفيديوهات كلها. مرمطه مرمطه، وهات واعمل لي واعمل لي واحكي لي وقول لي وناولني الطماطم، وهات يا مازن وروح يا مازن. انا عمري ما شفت حد عدم احترام لزوجه وولاده كده بالمنظر اللي احنا شايفينه. الفلوس تعمل كل حاجة، وفي الاخر طلع ترند علشان تقولي اني تعبانة. انا تعبانة؟ لا، انت يا ام الاذى ممثلة كبيرة وطلعت علينا عشان تقول انا تعبانه وانهيار، وعنوان فيديو عشان يدخلك الناس تقول لهم قد ايه انت تعبانه. لكن للاسف يا جماعه كذب وتمثيل عشان المشاهدات. وبعدين حاجه غريبه، واحده بتخاف من الحسد، واحده بتخاف من الحسد، والحسد حطاه في دماغها بطريقه رهيبه. طلعنا بفاكهه معينه كلنا بناكلها، كل فاكهه ام جنى مدوده فيها دود. البيض بتاع ام جنى بتاع الفراخ اللي هي مربياها فيها دود، الكاكا فيها دود
انت ناقص تقول لنا اصل المحشي بيت من امبارح، اصل انا تعبانه، اصل انا صحتي في النازل، يعني بعد ما خلفت طب ما انت مامتك بعد ما خلفتك وولدتك وتعبت في تربيتك انت سايباها خالص مش معبراها. وعلى فكره يا ام جنى الايام دول افتكريها مني وشيروها لها يا جماعه، الايام تلك الايام ونداولها بين الناس، هتعدي عليكي الايام وهيتعمل فيكي من ولادك نفس اللي انت عملتيه في مامتك. وبعدين يا جماعه اللي خايف من الحسد ما يصورش، مش كل ما تجيب لنا انت محتوى قائم على الاكل معروفه وعلى الطريقه المقززه من الاكل تمام، هتخافي من الحسد ما تصوريش. ان قلت ما تخافش وان خفت ما تقولش، وان خفت من الحسد ما تعمليش محتوى. مش هتكرهينا في نعمه ربنا سبحانه وتعالى وجايبه لي الكاكا عمرها ما كانت مدوده، الجوافه مش مدوده ولا البيض فيه دود، ده كذب، ده كذب. وبعدين تعبانه ما تصوريش، تعبانه ايه اللي يزنقك او يجبرك؟ انت مش فقيره او ست فقيره ومحتاجه طالعه تصوري وتقول لنا يا زي بطني يا بطلي كذب، بطلي كذب. وكاتبه لي عنوان تدهور الحاله الصحيه وبنتي ومش عارفه ايه. طب ما تبخري يا خاله نظيمه، بخري يا اختي بخري. لا وتقول لك انا مميزه، انا بربي فراخ وبعد تحت رجل الطيور. رجل ايه يا اختي اللي انت قاعده تحتيها؟ رجل ايه يا اختي؟ رجل ايه اللي انت قاعده تحتيها؟ ده انت قاعده تحت رجلين اليوتيوب، ده انت قاعده تحت رجلين الكاميرا تصوري. طيور ايه اللي انت قاعده تحت رجليها؟ يعني لحد امتى نسمع الكلام التافه ده وما يتردش عليه؟ وبعدين انا مش زي الستات اللي بتعمل باتيكير ومانيكير وعلى اساس ان انت يا حبيبتي والله ده انت ليكي فيديو طويل عريض طلع لنا فيه ادوات المكياج بتاعتك. فاكرين في فيديو ليها؟ قولي بس مكياج ام جنى هيطلع لك كميه مكياج عندك ليها العجب. يعني انا امثل بوشين، وش اقول ده انا مميزه وانا مش زي الستات، انت فعلا مش زي الستات، انت مش ست انت راجل، انت اللي بتصرفي على البيت ومرمطه جوزك وولادك وروح يا فلان وتعالى يا فلان مازن مش قادره مازن كده. والله قاعدين على الترع، عارفه الترع الناس فيها اقيم منك وعندهم اخلاق عنك وحياه ربنا. لا وانا مميزه وما بعملش باديكير ومانيكير. يعني ده مصر مليانه ستات محترمه بتشتغل وشايفه بيتها وستات بيوت واخلاق وعلى درجه عاليه من الوعي، وولادهم بيودوهم رياضه بيودوهم الدروس، خايفين عليهم خايفين على تعليمهم. هو انت فاكره نفسك ست؟ هو انت فاكره نفسك المحتوى اللي انت بتقدميه ده محتوى؟ ان انا اسيب ولادي ابعدهم عن الدراسه والدروس والتعليم والرياضه وتعليم القران الكريم والتربيه والاخلاق؟ هي دي ده المحتوى الست اللي انت عايزه تفهميني انك ست؟ ده انت 6 اشهر يا بت. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ ايه يا بت ده انت اللي حلوه وقميصك حلو والله. ليه يا شيخه بجد الستات بيعملوا باديكير لا ونفسي اروح الشقه التانيه يا مازن ما ترجعي يا اختي. هما المتابعين حايشينك انك انت ترجعي الشقه التانيه، روحي الشقه التانيه. عايزه تتفقري ربنا يفقرك يا ام جنى وترجعي زي الاول. فاكره الاول يا فاكره اجيب لك سطر الجلاليب يا بت؟ انا مش فاهم. وفي واحده حربوقه في اللايف، مين يا ترى من المتابعين بتوعك اللي عملوك كده من كلك كده على بعضك من غيرهم ما تسويش حاجه وطالعه لي تقولي لي في واحده حربوقه في اللايف؟ وما انت يا اختي ان في واحده حربوقه في اللايف بطلي تصوير، بطلي محتوى تافه ولا اخلاقي عشان الحربوقه. صح يا جماعه؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ قولوا لي في التعليقات رايكم. ولو وصلتي معايا للجزء ده اعملي لايك وشير، هتوحشوني جدا. انا ما بحبش اطول في الفيديوهات على حضراتكم، هتوحشوني جدا. للفيديو الجاي اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، هتوحشوني للفيديو الجاي. مع السلامه.